عارف انت الشخص النداب اللي انت بتشوفه كل يوم في الشركه ده اللي يقعد يشتكي لك؟ ابعد عنه، يعني ما تقعدش معاه خالص خالص. يعني كل شركه تقريبا في موظف اول ما تشوفه الصبح يبدا يشتكي ويندب من اول ما تشوفه الصبح. الشركه دي ما فيهاش مستقبل، مرتبات وحشه، ما فيش تقدير، الشركه دي ما بتقدرش حد، هشتغل ليه؟ ما هو في الاخر كده كده ما فيش فايده. والمشكله مش انه بيشتكي، المشكله انه بيحاول يخليك تشوف الدنيا بعينه هو، يعني بنضارته السوداء من الاخر. وواحده واحده هيخلي حماسك يقع، هيطلعك بره تركيزك، هيخليك اصلا تركز على المشاكل بدل ما تركز على انك تطور نفسك وتكبر جوه الشركه. وبعد فتره صغيره قوي هتلاقي نفسك بتكرر نفس كلامه، رغم انك في البدايه اصلا ما كنتش شايف الامور بالشكل اللي هو شايفه دلوقتي بيه. في حكمه حلوه قوي بتقول: مجالسه اهل السوء تدعو الى سوء الظن بالاخيار. يعني الناس اللي بتقعد معاها كل يوم بتشكل طريقه تفكيرك وقراراتك ومستقبلك. فاسال نفسك: مين اكتر شخص بتقضي معاه وقت كل يوم جوه الشغل؟ وهل بيشجعك انك تبقى افضل وتتطور، ولا بيشدك لورا؟ ولا ممكن يكون الشخص ده انت وانت مش واخد بالك؟ اكتب لي في الكومنت لو قابلت الشخص ده قبل كده.